وبعدين بقى في الخناقه اللي شغاله دلوقتي بين العربيات الكهرباء والعربيات البنزين، غالبا الناس نسيت ان في اختراع في النص اسمه عربيات هايبريد. بس قبل ما تنزل تشتري تعالى بسرعه كده اعرفك الفرق بين الانواع الهايبريد كلها علشان تختار اللي يناسبك. اول نوع معانا وهو المايلد هايبريد. النوع ده عباره عن بطاريه كهرباء صغيره جدا مع موتور البنزين اللي متعودين عليه. المنظومه هنا دايما شغاله مع بعض، حاجه كده عامله زي صاحبك اللي بيقعد معاك يسخنك في العربيه ان انت تيجي. وتاني نوع معانا هو الفول هايبريد، ده موجود معانا في الهافال اللي بنجربها الاتش 6. وفي النوع ده الموتور الكهرباء بيقدر يشتغل لوحده، لو انت ماشي جوه المدينه او ماشي براحه بيقدر يشتغل لوحده وبيتشحن من الموتور البنزين او من الفرمله بتاعه العربيه. ولكن الموتور البنزين بيبدا يتدخل لو انت دوست على العربيه شويه وبدات تزود في السرعات بتاعه العربيه، وهنا ما تقدرش تتحكم فيه امتى ده يشتغل وامتى ده يشتغل. سيبها تشتغل لوحدها تلقائي وهي بتعرف تظبطها بالظبط امتى تشغل ده وامتى تشغل ده، وده بيكون اوفر في البنزين واحسن من غير ما تشغل دماغك باي حاجه. والنوع الثالث معانا هو البلاجن هايبريد. النوع دوت بيبقى فيه بطاريه اكبر شويه عن الهايبريد وبتقدر تشحنها بنفسك، بيبقى فيه فتحه ثانيه زي الفتحه اللي موجوده هنا بتاعه البنزين، تقدر تحط الناحيه الثانيه الكابل بتاع الكهرباء وتشحن البطاريه. في النوع ده انت تقدر البطاريه تشتغل لوحدها فتره اطول 60 70 كيلو لو هتمشي جوه المدينه والكلام ده يوفر معاك بنزين، بس دي مشكلته ان انت تشغل بالك بشحن البطاريه. الخلاصه بتاعت القصه دي كلها هو احسن نوع بالنسبه لي هو الهايبريد. ده ما بتشغلش بالك بقى بشحن واروح اشحن البطاريه والبطاريه فصلت والموضوع ده كله. كل اللي بتعمله ان انت بتحط بنزين بس بيوفر لك بنزين بطريقه مش طبيعيه.